السلام عليكم طلاب تالتة اعدادي، اهلا بيكم. باذن الله الفيديو ده هيبقى عبارة عن مراجعة لمادة اللغة الانجليزية. هنشرح فيه كل القواعد اللي عليك. انت عليك حوالي 3 ازمنة رئيسية هنبدأ نشرحهم بإذن الله في الفيديو ده. الأزمنة اللي عليك في الفيديو ده هي المضارع البسيط والماضي البسيط والمستقبل ب going to والمضارع التام والمضارع التام مع yet already، يعني كله على بعضه حوالي 5 أزمنة، هما 3 أساسيين واتنين تانيين فرعيين. تمام، هنبدأ نشرح القواعد كلها في حوالي نص ساعة، وبعد كده هنبدأ نحل امتحان شامل على اللغة الإنجليزية كلها، لأن يعتبر اللي بيقف مع الطلاب كلهم هي بس القواعد. تمام، فاحنا يعني مش عايز احلف لك بالله ان بعد الفيديو ده مفيش قاعدة هتقف معاك ولا في زمن هيقف معاك ولا هتغلط في الازمنة خالص. تمام، فعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده خلونا نبدا. تمام، هنبدا باول زمن معانا وهو زمن المضارع البسيط. بص يا سيدي، انا في حاجه بس عايزك تعرفها قبل ما نبدا اي زمن، وعايزك تعرفها في اي زمن. اي زمن احنا هنتكلم عنه عايزك تعرف 3 حاجات. تمام، التكوين اول حاجه، تاني حاجه الاستخدام، امتى استخدم الزمن ده. واول حاجه التكوين، الزمن ده بيتكون من ايه. تاني حاجه الاستخدام، امتى بستخدم الزمن ده. تالت حاجه السؤال، امتى بسأل وانفي في السؤال ده. يبقى تالت حاجه السؤال والنفي. دول التلات حاجات الأساسيين اللي أنا عايزك تعرفهم عن أي زمن. تكوينه بيتكون من إيه، استخدامه امتى استخدم الزمن ده وما استخدمتش الزمن تاني. رقم 3 السؤال والنفي، امتى بسأل وبنفي بيه. تمام، نيجي معانا الأول زمن ونطبق الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم. زمن المضارع البسيط عايز أعرف تكوينه بيتكون من إيه. بيتكون من الفاعل زائد المصدر. تمام، طيب الفاعل لو اي او زي او وي او يو بيبقى الفاعل وبعده كده الفعل في المصدر. طيب لو الفاعل هي او شي او ات بيبقى الفاعل في المصدر بس بنضيف له اس او اي اس او اي اي اس. تمام، يبقى المضارع البسيط اول حاجه بعرفها عنه تكوينه بيتكون من الفاعل زائد المصدر. خلاص، طب امتى بضيف للمصدر اس او اي اس او اي اس؟ لو الفاعل هي او شي او ات. تمام، طيب امتى بضيف للفعل اس او اي اس او اي اس؟ امتى اختار اي واحده من الثلاثه دول؟ بص يا سيدي، بتختار للفعل اس لو المفرد الغائب هي او شي او ات، عادي دي كلنا عارفينها. طيب امتى اضيف اي اس؟ اضيف اي اس لو اخر الفعل بينتهي باس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس، زي كلمه فينش. فينش اخرها اس اتش اهو، اس اتش، فعشان كده ضفت لها اي اس. تمام تمام. طب امتى بضيف للفعل اي اي اس؟ لو الفعل اخره واي، زي كلمة فلاي. فلاي يعني يطير، طالما مضارع بسيط يبقى بشيل الواي واحط مكانها اي اي اس. تمام، يبقى كده انا عرفت اول حاجة عن الزمن اللي هي التكوين. نخش بقى على تاني حاجة عايزين نعرفها وهي الاستخدام. امتى بستخدم الزمن دوت؟ في الحقيقة انا بستخدم الزمن ده في 3 حاجات بس. لو حقائق زي مثلا water boils at 100 درجة، لو المية بتغلي عند 100 درجة سيليزيوس. مش ده حقيقة؟ المية بتغلي عند 100 درجة، يبقى استخدم زمن المضارع البسيط. يبقى أول حاجة لو هو حقائق، المية بتغلي عند 100 وبتتجمد عند الصفر، يبقى دي حقيقة. رقم 2 لو ده مواعيد ثابتة. يعني ايه مواعيد ثابتة؟ يعني مثلا الطيارة كل يوم بتسافر السعودية الساعة 5 المغرب، طب بتسافر كل يوم الساعة 6 الصبح أمريكا، يبقى دي مواعيد ثابتة. طالما مواعيد ثابتة سواء قطارات او طائرات، يبقى استخدم مضارع بسيط. تالت حاجة الروتين او عادة متكررة. يعني ايه روتين او عادة متكررة؟ يعني حاجة انا بعملها كل يوم، زي مثلا انا كل يوم بصحى الصبح اغسل وشي واصلي واروح المدرسة، دي عادة متكررة. طالما عادة متكررة بستخدم مضارع بسيط. خلاص كده عرفنا التكوين وامتى استخدمه. نيجي بقى لتالت حاجة المفروض نعرفها عن الزمن اللي هي السؤال والنفي، امتى بسأل وامتى بنفي. هنيجي الأول حاجة هي النفي. بنفي ازاي؟ بص يا سيدي، انت بتنفي بتحط زي ما انت بتحط عادي الفاعل وبعدين المصدر، الفعل في المصدر صح. انت بقى هتيجي قبل الفعل في المصدر ده هتحط كلمة دونت لو الفاعل هي، لو الفاعل وي او يو او زي او اي، او هتحط بدل دونت هتحط doesn't لو الفاعل هي او شي او ات. تمام،
طيب هي او شي او ات مش المفروض تاخد اس او اي اس او اي اس؟ ليه هنا حطيت الفعل في المصدر؟ ما طالما انت حطيت doesn't او don't يبقى الفعل لازم يبقى في المصدر، سواء بقى الفاعل هي او شي او ات او وي او يو او زي. طيب ليه بحط هنا don't وليه بحط هنا doesn't عشان الفاعل هي او شي او ات، انما don't الفاعل وي او يو او زي او اي. بس في الحالتين الفعل اللي بيجي بعدهم لازم يبقى في المصدر. يبقى كده احنا عرفنا النفي. نيجي بقى لآخر حاجة وهي السؤال. امتى بسأل بالزمن ده؟ بسأل بدو او don't، بدو او doesn't. مش احنا هنا كان do او does، بس don't دي معناها do زائد كلمة not، و doesn't معناها does زائد كلمة not. احنا بنشيل النوت عشان ده سؤال، يبقى بنشيل كلمة النوت من هنا، فهيتفضل لي هنا do وهيتفضل لي هنا does. وعشان بنسأل فالسؤال بيبقى نوعين، سؤال بهل اللي هو do و does، فبخلي do قبل الفاعل، فتبقى do وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل. يبقى انا بسأل ازاي؟ السؤال نوعين، يا اما بيس او نو اللي هو السؤال بهل، او السؤال بالدبليو اتش question اللي هو بيبدأ ب WH زي when أو what أو كده. تمام، ده اسمه السؤال بال WH question، ده النوع التاني من السؤال، وده النوع الأول اللي هو هل. تمام، احنا نخش على النوع الأول اللي هو do أو does. بسأل بدو أو does وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل. تمام. نيجي بقى على السؤال بال WH question. بسأل ازاي بالدبل اتش كويستشن؟ نفس الكلام زي نفس السؤال بهل بالظبط، بس بدل ما كان بيبدأ بدو او داز لا بحط قبلهم أداة الاستفهام اللي هي بقى وات وين. اي كلمة استفهام تبدأ بالدبل اتش كويستشن وبعد كده دو او داز وبعد كده الفعل وبعد كده الفعل في المصدر. تمام. طيب في كلمات دالة كده على الزمن ده، انا كده خلاص خلصت الزمن، عرفت بيتكون من ايه وعرفت امتى استخدمه وعرفت ازاي بسأل وبنفي بيه. نيجي على كده في كلمات دالة على الزمن. في كلمات دالة. يعني ايه كلمات دالة؟ كلمات دالة يعني كلمات بتسهل لي ان انا لو شفتها اختار زمن مضارع بسيط وما استخدمش زمن تاني. الكلمات الدالة زي كلمة always، زي كلمة sometimes، زي كلمة usually، زي كلمة often، زي كلمة never. الكلمات دي لو شفتها على طول استخدم زمن المضارع البسيط. بالمناسبة كل الكلمات دي بتيجي قبل الفعل، يعني الكلمة الأول وبعدين الفعل. تمام، ما عدا زمن بي ما عدا فعل بي اللي هو am أو is أو are. am أو is أو are دول الوحادة اللي بيجوا بعدهم always و sometimes وكده. انما sometimes always و usually والكلمات دي كلها معروفة ان هي بتيجي قبل الفعل، ما عدا verb to be بيجي الاول وبعد كده هما. انما في الازمنة التانية، انما في الافعال التانية بيجي الكلمات دي وبعد كده الفعل. تمام، ويبقى كده اول زمن معانا خلص اللي هو زمن المضارع البسيط. هاجي بعد كده على زمن الماضي البسيط. نفس الكلام، قلت لك 3 حاجات اساسيه لازم تعرفهم: التكوين وامتى استخدمه والسؤال والنفي. نيجي لاول حاجه فيهم التكوين. الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ بيتكون من الفاعل زائد التصريف التاني للفعل. التصريف التاني يعني بضيف اي دي للفعل لو هو فعل منتظم. طب فعل غير منتظم زي كلمه ايت يعني ياكل، التصريف التاني ليها ايت اللي هي دي. تمام، يبقى انت التصريف التاني تعرف على طول بالتصريف التاني للفعل. تمام، يبقى بتكون من ايه؟ الفاعل زائد التصريف التاني للفعل. تمام، كده عرفنا اول حاجة. نيجي على تاني حاجة، امتى استخدم زمن الماضي البسيط؟ بستخدم زمن الماضي البسيط لو هو حاجة بتعبر عن ماضي، يعني حاجة خلصت امبارح او لسه خلصانة من فترة صغيرة قوي، هو خلصانة من اسبوع صغير، خلصانة من شهر صغير، خلاص اللي هو حاجة لسه خلصانة. فاهمة؟ اللي هو زي نظام ايه، لسه صبحة كده، لسه يا دوب انا نخلص حالا الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات. او ان كلمتين زائد سنة في الماضي زي مثلا سنة 2000، مش سنة 2000 دي في الماضي، يبقى ان زائد سنة في الماضي. او بقى last month الشهر اللي فات، او last week الاسبوع اللي فات، او كلمة ago يعني منذ اسبوع، منذ ساعة كده. يبقى دوت امتى استخدم الماضي البسيط. طيب تالت حاجة السؤال والنفي. بنفي ازاي وبسأل ازاي؟ طيب انا عارف ان في الجملة بحط الفاعل وبعد كده didn't
اللي هو did. مش احنا دلوقتي في زمن الماضي، انما كان هناك مضارع فبحط do او does، انما دلوقتي احنا هنحط did. وطالما نفي يبقى didn't، وبعد كده المصدر. نعرف do او does او did دايما بعدهم بيجي الفعل في المصدر. خلاص، يبقى ده النفي. نيجي على السؤال، ازاي بسأل؟ بدل didn't هشيل النفي اللي هو not، هتبقى did بس، ودid هقدمها مكان الفاعل، يبقى did وبعدين الفاعل وبعدين الفعل في المصدر. يبقى كده السؤال ده السؤال بايه؟ السؤال بهل. طب لو السؤال بالدبل اتش كويستشن، هحط الدبل اتش كويستشن اللي هو السؤال وات او وير او وين، وبعد كده did وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر. يبقى كده زمن الماضي البسيط خلص. طيب نيجي على تالت زمن معانا، زمن الماضي المستمر. انا عايزك تعرف حاجة، ان كلمة مستمر اول ما تشوفها معناها الفعل زائد ing، وطالما كلمة ماضي مستمر، الماضي يعني was were. خلاص، يبقى زمن الماضي البسيط قلت لك اي زمن نعرف عنه 3 حاجات: تكوين، الاستخدام، السؤال والنفي. التكوين زمن الماضي البسيط يبقى التكوين هيتكون من ايه؟ طالما التكوين يبقى الفاعل الاول وبعد كده was او were، وبعد كده الفيرب في ing اللي هو الفعل في ing وبس. يبقى كده احنا عرفنا التكوين. طب لو هنفي هزود بس كلمة not بعد was أو were، هحط كلمة not وبعد كده الفعل في ing. يبقى كده أنا عرفت التكوين وعرفت النفي. طيب الاستخدام بقى، امتى استخدم الماضي المستمر؟ بالنسبة بقى للاستخدام، فأنا زمن الماضي المستمر أنا عارف من اسمه مستمر، يعني بستخدمه لما يكون في حاجة كانت مستمرة، حدث كان مستمر، وطالما ماضي يبقى حدث كان مستمر في الماضي. يبقى بستخدم الماضي البسيط امتى؟ الماضي المستمر امتى؟ لما حدث كان مستمر في الماضي. زي مثلا I was watching TV، أنا كنت بشوف التلفزيون. امتى بقى؟ at 6 o'clock yesterday، الساعة 6 امبارح. يبقى ده كان حدث مستمر. ايوه مستمر، انا كنت بشاهد التلفزيون، دي حاجة كانت مستمرة بس في الماضي، امبارح الساعة 6. تمام. طيب تاني حاجة ممكن استخدمه لما حدث كان مستمر في الماضي وقطعه حدث تاني، زي مثلا while I was doing my homework، بينما انا افعل الواجب بتاعي، لما انا كنت بعمل الواجب بتاعي زي التليفون ران وانا كنت بعمل الواجب. ده كان واحد بيعمل حدث مستمر اهو، كنت بعمل الواجب التليفون ران، يبقى التليفون حدث قطع حدث. تمام. طالما حدث قطع حدث يبقى بستخدم الحدث الماضي المستمر الاول وبعد كده الماضي البسيط. تمام. واعرفوا دي قاعدة ثابتة، بعد وايل بيجي ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط. وكده يبقى احنا خلصنا من الاستخدام. هنيجي بعد كده لصيغة السؤال اللي احنا قلنا بنعرف 3 حاجات: التكوين والاستخدام والسؤال والنفي. احنا عرفنا التكوين والاستخدام، نيجي على السؤال والنفي. بسأل ازاي؟ مش هنا كنت بحط الفاعل was او were وبعد كده الفعل في المصدر؟ هنا لا، هحط ايه الاول بدل was و were؟ بدل ما هنا هخليها الاول تيجي مكان الفاعل وبعد كده الفعل، يبقى was او were بعد كده الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر، ونضيف ing. مع was او were بنضيف ing عادي، مش بنقول الفعل في المصدر. do وداز او ديد بس اللي بيبقى الفعل في المصدر، انما مع عاوز او وير بنحط ing. تمام. تمام. يبقى ده اول نوع من نوع السؤال اللي هو بيس او نو، السؤال بهل. هنيجي للنوع التاني وهو السؤال بالدبليو اتش كويستشن، بنحط علامة الاستفهام عادي وبعد كده was او where وبعد كده الفعل وبعد كده الفعل في المصدر وing. نفس السؤال بهل، بس بدل ما بيسأل بهل بيبدأ بوز او where، لا ده هيبدأ بأداة الاستفهام الأول، كلمة الاستفهام اللي هي what او where أو كده. تمام. يبقى كده احنا خلصنا زمن الماضي البسيط والمضارع البسيط والماضي المستمر. هنيجي لرابع زمن معانا اللي هو المستقبل ب going to. ده اللي عليكم، المستقبل من النوع ده هو اللي عليكم، ب going to، ب اللي هي دي am was were وبعد كده going to. المهم المستقبل ده رابع زمن عليكم. انا قلت لك اي زمن ببقى عايز اعرف منه ايه؟ 3 حاجات: التكوين والامتى استخدمه والسؤال والنفي. نيجي على التكوين. المستقبل بيتكون من ايه؟ الفاعل am او is او are بعد كده going to وبعد كده المصدر، ده التكوين. طيب الاستخدام امتى استخدم؟ زمن اللي future زمن المستقبل ده امتى استخدمه لما اكون بعمل خطة
خطة مستقبلية، حاجة أنا عايز أعملها في المستقبل، فبستخدم going to. I am going to معناها إيه؟ I'm going to معناها على طول إن شاء الله. اعرف كده going to going to معناها إن شاء الله. يعني مثلا I am going to travel هرجادة this summer. This is my plan. أنا هسافر الغردقة الصيف ده. This is my plan. هذه خطتي. يبقى هو مخطط إن هو يسافر فرق الغردقة. يبقى أول ما تشوف I am going to معناها إن شاء الله. travel أنا إن شاء الله هسافر إلى الغردقة الصيف دوت. دي خطتي خلاص. يبقى امتى استخدمه؟ لما حاجة هتحصل في المستقبل انا مخطط ليها. تاني حاجة intention. يعني ايه؟ يعني النية. لو انا ناوي على حاجة وبتيجي دايما مع كلمة intend، يعني انا انوي، او my intention is، او قصدي هو. زي مثلا we are going to travel by train. احنا هنسافر بالقطر. we have intended. احنا خلاص نوينا احنا هنسافر بس بالقطر. يبقى طالما في نية او عزم، نية على حاجة او مخطط لحاجة او حاجة في المستقبل ناوي اعملها، يبقى استخدم المستقبل ب going to. تمام. او بعد كده القرارات اللي هي المدروسة، بس المدروسة بتأني، مش حاجة مخطط ليها كده وخلاص بسرعة او جت فجأة. لا، ده انا حاجة مخطط لها من قبل، اللي هو I have decided. انا قررت. تمام. او التنبؤات المبنية على دليل مادي. مثلا في حاجة هتحصل it's going rain. ده الدنيا هتمطر. I can see dark clouds in the sky. انا شايف سحب في السماء. فطالما انا شايف سحب سودا في السماء يبقى ممكن تمطر، بس دي حاجة مبنية على دليل ان في سحب، ما قلتش ده الدنيا هتمطر كده وخلاص. تمام. يستخدم ايضا مع الاحداث على وشك الوقوع. زي مثلا ايه؟ حاجة هتحصل ممكن تحصل بعد دقيقة. لوك اوت. بص ده الواد ده هيرمي نفسه من فوق. بص خليك حريص. بي كيرفول. واتش اوت. انتبه، خلي بالك، ده الرملة كانت هتقع عليه. فاهم؟ فاللي هو حاجة هتحصل دلوقتي في ثانية. فاهم؟ يبقى كده احنا عرفنا التكوين وامتى استخدمه. تالت حاجة السؤال والنفي. امتى بسأل وامتى بنفي؟ بنفي لو حطيت بعد ام او از اور كلمة نوت، يبقى الفاعل ام از ار نوت وبعد كده جوينج تو وبعد كده المصدر. طب امتى بسأل بخلي ام او از او ار قبل الفاعل، يبقى ده السؤال بهل. طب لو السؤال ب دبليو اتش بخلي دبليو اتش وبعد كده ام او از وبعد كده الفاعل جوينج تو وبعدين المصدر. بس كده يبقى احنا خلصنا زمن المستقبل في بجوينج تو. تمام. يبقى انتوا كده خلصتوا 4 أزمنة حرفيا، يعتبر في ربع ساعة خلصتوا 4 أزمنة، اللي هو لو حد مش فاهم حاجة خالص حرفيا هيفهمهم. هنيجي بعد كده على خامس وآخر زمن معانا، وهو زمن المضارع التام. نفس الكلام على كل زمن اللي احنا بنقوله هنقوله هنا. أي زمن أعرف عنه 3 حاجات: تكوينه، استخدامه، السؤال والنفي. نيجي على أول حاجة وهي التكوين. زمن المضارع التام بيتكون من ايه؟ أنا عايزك أول ما تشوف كلمة تام يبقى على طول هيبقى past participle. طيب مضارع، يبقى المضارع have و has. تمام. يبقى الفاعل زائد have أو has زائد الباست participle التصريف الثالث للفعل. كده عرفنا أول حاجة وهي التكوين. نيجي على تاني حاجة وهي الاستخدام. امتى بستخدم الزمن دوت؟ بستخدم الزمن دوت وما استخدمش أي زمن تاني غيره في الحالات الجاية. لو يستخدم الزمن المضارع التام للتعبير عن حدث تم في الماضي بدون تحديد الوقت. تمام. عشان لو حدد وقت يبقى استخدم ماضي بسيط، انما ما حددش وقت يبقى على طول استخدم الماضي التام. زي مثلا my favorite writer الكاتب المفضل لدي has written a new book. الكاتب المفضل عندي كتب كتاب جديد، بس انا ما حددتش الوقت، ما قلتش كتبه امتى، ما قلتش كتبه الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، لا ما حددتش. يبقى استخدم ماضي تام اللي هو الفاعل اللي هو الرايتر وبعد كده has وبعد كده التصريف الثالث للفعل. بستخدمه تاني امتى؟ لما اذكر عدد مرات الفعل. زي مثلا I have drunk 2 cups of coffee. انا شربت مرتين او فنجانين قهوة. طالما ذكرت العدد يبقى ماضي تام. طيب استخدمه تاني امتى؟ استخدمه لما حدث بدأ في الماضي ولسه شغال دلوقتي لحد دلوقتي. مثلا I have lived in أسوان. أنا عشت في أسوان. science
او since 2007، منذ 2007. انا عشت في اسوان من من انا عشت في اسوان من 2007 وبس. مش معنى كده ان هو خلاص سابها، لا، ده معنى كده ان هو لسه برضو عايش في اسوان. طيب بستخدمه امتى؟ بستخدم لما يبقى في حدث تم في الماضي وليه اثر في الحاضر، زي مثلا my hands are dirty، ايديا مش نظيفة. I have mended my bike، انا كنت بصلح عجلتي. هو كان بيصلح عجلته، ده حدث في الماضي بس لسه ليه اثر في الحاضر، اللي هو ان ايديه مش نظيفة. تمام كده احنا خلصنا التكوين والاستخدام. نيجي على تالت حاجة وهي السؤال والنفي. امتى بسأل وبنفي بيه؟ بسأل بإن بدل ما هاف في الآخر بخليها في الأول، هاف أو هاز، وبعد كده الفاعل، بعد كده بعد كده الباست بارتيسيبل، يبقى دوت السؤال بهل. طيب لو السؤال بالدبليو اتش كويستشن بحط الدبليو اتش كويستشن اللي هو كلمة الاستفهام، وبعد كده هاف أو هاز، وبعد كده الفاعل، وبعد كده الباست بارتيسيبل. كده احنا خلاص خلصنا شرح القواعد كلها بتاعة تالتة إعدادي. أتمنى الفيديو يكون لطيف وخفيف على قلوبكم، ويكون يا رب فعلا استفدتوا منه، ويا رب تقفلوا مادة اللغة الإنجليزية يا رب. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله اللي ما ذاكرش فيكم القواعد يعني يقفلها بإذن الله بكرة بعد الفيديو ده. وبس كده، أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية. سلام.